مساء الخير عليكم يا صبايا. ان شاء الله انا هشارككم بالمأكولات او المنتجات اللي انا بستعملها في الاكل الدايت بتاعي. هي حاجات مش مكلفة ومفروض تكون موجودة في اي بيت. مش عشان انتي عاملة دايت يبقى هيكون الحاجة مكلفة وهصرف ومصاريف. لا، انت ممكن تاكلي من حاجات البيت عادي جدا. الاختلاف ما بيبقاش في نوع الاكل ايه، الاختلاف بيبقى ازاي انت طبختيه. انت ممكن تاكلي الرز بس ازاي انت طبختيه، ممكن تاكلي البشاميل بس ازاي انت عملتيه. فكل أكلة ممكن تعملها بطريقة صحية. طبعا احنا طلعنا لقينا اهالينا بيستخدموا السمنة والزيت والحاجات اللي بتخلي الاكل جميل. انا واحدة من النوع اللي بحب الاكل، لكن الحمد لله خسيت ما يقرب ال30 او فوق ال30 كيلو. طبعا هي إرادة مش أكتر. النهاردة هشارككم بحاجات بسيطة جدا. خلوها عندكم في البيت. حاجات صحية. هي ممكن تزيد على مثلا الشوفان، القدس مثلا ده ممكن ما يكونش موجود في أي بيت. آه، السكر الدايت، ناس كتير بتستعمله من غير ما تكون عاملة دايت. مثلا لو حد لا قدر الله عنده السكر او ضغط او ما بيحبش عشان ما يزودش سعرات حرارية. فدي حاجات مش مكلفة قوي وممكن تقعد معاكي فترة طويلة. هنبدأ ان شاء الله اقول لكم على المشتريات اللي انا اشتريتها و... وهي حاجات بسيطة ونبدأ مع بعض. انا من النوع اللي بحب النسكافيه جدا جدا جدا، بس هو خلص عندي مش عارفه اوريهولكوا. بس هو نسكافيه الجولد. آم، مدمنه نسكافيه وبحبه باللبن. فاكتشفت مشروب جديد اسمه ميرو. هو خالي الدسم. هو مفهوش كالسيوم، مفهوش كربوهيدرات، هو بس فيه نسبة دهون. انا مش عارفة هم بصراحة مصنعينه من ايه، مش كاتبين لا حليب بقري ولا حاجات مهدرجة، لا. بس هو مفهوش اي لا كارب ولا بروتين، هو فيه بس دهون جرام ونص في ال20 جرام دول. فبالنسبة لي ممكن اخد كيس او 2 في اليوم. بس انا عامة بجيب اللبن الدايت ما بحبه. كنت بشرب الاول 200 ملي يعني كوباية كبيرة، فبدأت اقلل واشرب 100 ملي بس. وميرو جميل جدا، جربوه هيعجبكم اكنكم في المطعم بتشربوه عادي، وممكن تعمليه بأي شكل انت عايزاه وتضيفي الإضافات اللي تحبيها. ده ميرو جميل جدا، جربوه وقولوا لي رأيكم فيه ايه. طبعا عندنا الملح. الملح ده المفروض يبقى أساسي في كل البيوت، مش لازم يكون دايت، مش لازم تكوني عاملة دايت. الملح ده منخفض الصوديوم. بنفس طعم، بيديكي نفس طعم الملح. ما بيخزنش ميه في جسمك، حلو جدا جدا. ومش غالي يعني، دي حوالي ما يقرب مثلا كام جرام. مش مكتوب ولا ايه، لا 400 جرام يعني، داخلة على نص كيلو. إيه كانت ب15 جنيه، لا كانت ب11 جنيه، ب11 جنيه من فتح الله. اللي عايزها يلاقيها في فتح الله، كانت ب11 جنيه. القدس. انا مدمنه قدس. انا كنت الاول ما بحبوش جدا وازاي اكله كده، لكن لما مره في مره اتعودت عليه فحبيته جدا. القدس ده منه انواع، في منه ناعم جدا، في منه متوسط، في منه جرش. ده متوسط. العلبه دي كانت تقريبا ب14 جنيه. حلوه جدا. بحبها مع البيض ومع البانكيك. ده قدس بس فلاكس. الحباية بتاعته ناشفة جدا وكبيرة. ده مشبع جدا جدا جدا. انا لسه مفتحتهاش بس انا جربتها قبل كده وكلت منها قبل كده. حلوة جدا مع السموزي، حلوة جدا مع الزبادي والفراولة. ممكن تعملي منها تشكيلة حلوة جدا في الفطار وفي السناك. ممكن تاخدي منها معلقة، على معلقة زبادي، على فراولاية، على مثلا حبيتين زبيب، حبيتين فول سوداني، لوز، اي حاجة عندك. بس طبعا يعني لا تتعدى الحبيتين 3، وتعمليها سناك خفيف او فطار، تكتري شوية
ومغذي جدا. ده تقريبا كان مش فاكرة سعره بالظبط، بس تقريبا كان حاجة وعشرين جنيه. ده من فتح الله برضو. إيه الزيت ده طبعا اللي الناس كلها بتاخده في الحبوب، اللي هو اوميجا 3. ده زيت حار، ده اللي بيقولوا عليه زيت سمك. حلو جدا، بستخدمه في الفول على طول. بحب الفول طبعا الصبح، بس مش باكله كتير، يعني مرتين في الاسبوع او 3 على حسب. ده يغنيكي عن حباية اوميجا 3 لو خدتيها مرتين في اليوم. عندنا طبعا زيت الزيتون، لا غنى عنه في اي بيت. طبعا لازم ان شاء الله تجيبيها ازازة غامقة، كل ما تكون غامقة كل ما الزيت جواها يبقى نقي وطعمه جميل. دي كانت تقريبا بحاجة و50 جنيه من فتح الله برضو. طبعا الجرانيلو او المسميات احنا ممكن نعملها في البيت، بس بيقولك في مثل شراء العبد ولا تربيته. الكيس ده ما كانش غالي. طب كان برضو بحاجة وعشرين جنيه. حلو جدا في الفطار مع اللبن. مغذي مشبع وفيه طاقة جميلة جدا. في منه سادة وفي منه بالشوكولاتة. دي بالفراولة والفواكه المجففة. جربوه جدا والله كويس جدا، انا بحبه. جبت قبل كده وخلص، ودي برضو قربت تخلص. طبعا عندنا السيرمال. السيرمال ده باور، ده بيحرق سعرات حرارية. بس بصراحة انا ما اشتريتوش، ده جاي لي هدية من يعني صديقة بتحب التمارين والرياضة وكده، هدتني ده. باخده قبل التمرين بربع ساعة، ولو مش هتمرن باخده الصبح في الفطار. باخد منه سكوب، ده بطعم التوت الازرق. طعمه جميل جدا ولذيذ وبفرش. طبعا السكر السويتال ده مفيش غنى عنه. ومش غالي برضو، ب22 جنيه. العلبة دي ممكن تقعد معايا شهر ونص او اكتر من شهر ونص، ممكن شهرين وشهرين ونص، لان انا بحاول اخفف.